بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. أرجو أنه أخونا مصطفى يدخل الآن أو ما يكون مشكلة تقنيات. تفضل أخي مصطفى الآن ادخل، إن شاء الله ما يكون في مشكلة. أيوة الآن جيت. أوكي السبب برسل لك، أنا شفتك الآن. لأنه أنت ما عندك كاميرا، عشان كذا أنا لما بعثت لك ما في كاميرا مع الأسف. فيست نهار كونتاتني. طيب ليش لما عملنا المرة الأولى أوكي أنا حبعت لك ال ام بي الآن ببعت لك. هنا بعت لك الدعوة. الآن بعت لك الدعوة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك أخ عبد الله. اليوم عندنا بالعربي. مرحبا بك، إن شاء الله تبقى معنا وتشيرنا على الناطقين بالعربية. سوف نكثف إن شاء الله برنامج العربي بعد الآن، لأنه نحن فعلا قصرنا. سكبيسي مصطفى، لو طلعت لي هنا مصطفى. أوكي الآن بعثت لك. أهلا وسهلا سلامات فيك. سلامات أستاذة. أهلا بك. نعتذر لسوء التغنية، يعني سوء الشبكة. ما في مشكلة تحصل يعني. مرحبا بك. و أهلا وسهلا فيك رمضان من كريم. السودان وأهل السودان وأهل الخير وأهل السلام. مرحبا بك. أهل أهلا بك أستاذة. رمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير لإخواننا المسلمين، وكذلك نهنئ أخواننا المسيحيين بعيد الصوم أيضا. آمين آمين، وسعيد تقبل جدا الله منا اليوم ومنكم. بلغائك يعني. تمام تمام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. الله يتقبل منا جميعا. حابة قبل ما ندخل في المواضيع أنه تعرف عن نفسك، لأنه أول مرة أنت تأتي البرنامج. أتذكر أنه أنت عملت لي لقاء كنت في ديجيتال ويانا. فصار له فترة يعني، كان في البداية. فحبيت اليوم نحن على أساس تمام يكون صحيح. لنا بعد كده فترة برنامج بالعربي مكثف، لأني صار لي فترة بس أتكلم بالتجرينيا أو بالأمحرينيا. فعرف عن نفسك، أنت مين وإيش بتعمل، وموضوع حرب التجراي وهذه كلها نتكلم عنها إن شاء الله. تفضل. مصطفى حبشي. ناشط وإعلامي من إقليم تجراي، مقيم بالسودان، مولود بالسودان، نشأت في السودان ولا زلت في السودان. وزيارتي لأثيوبيا يعني كنت عندما كنت طفل في عمر السابعة، والحمد لله تعلمت فيها خلال 3 سنوات، تعلمت فيها التجرينيا والعربي. طبعا ما عندي فيه مشكلة، لأن أصلا اتولدت وتربيت يعني في السودان ودرست اللغة العربية. وآخر زيارة لي كانت في عام 2016 لأثيوبيا، وعدت منها إلى السودان في عام 2018. أوكي ده تعريف أوكي، مختصر يعني. يعني تمام تمام. يعني من أنت وغرة التولعلو. وغرق التورع يعني اللي هو فيه النجاشي، مسجد النجاشي، ولا وقرة الثانية؟ لا، س- الصوت يصير متأخر كأنه سامعني. نعم صوت. المنطقة لا، وغرة التولعلو اللي فيها مسجد النجاشي هي أيوه، ذاتها. يعني أنت من أهل النجاشي. طبعا احنا كلنا من أهل النجاشي وأحفاد النجاشي إن شاء الله. أيوة سامعك سؤال. أستاذة. نعم قلت لك وغرة التولعلو نفسها اللي فيها نجاشي. نعم أوكي تمام. حابة أبدأ لقائي. يعني دائما نحن لما نتكلم عن السودان وأهل السودان، يعني أنا في حياتي
تقريبا ما نعم، عمري تفضل سمعت أستاذة. إنه أحد سامعك. نعم. يعني بقول لك إنه نحن دائما لما نتكلم عن السودان وأهل السودان ما نسمع عنهم إلا كل خير. يعني كل شعب له طبعا في سلبيات وفي إيجابيات في كل الشعوب، يعني هذا شيء طالما أنه في إنسان، يعني الإنسان فيه الصالح والطالح في كل المجتمعات. لكن عن أهل السودان يعني لما نتكلم بصفة عامة دائما نسمع عنهم أهل كرم، أهل جود، وأهل الصلاح والطيبة، وخاصة في رمضان. يعرف في السودان أنه في رمضان الإفطار بيكون خارج المنازل في الشوارع يعني. كلمنا عن السودان وأهل السودان، يعني بما أن أنت سوداني باعتبار من تجراي، لكن المعيشة أيضا لها تأثير كبير في الإنسان. يعني تقريبا وأنت صغير عشت في السودان وتربيت في السودان، وتعتبر يعني أنت جزء من أهل السودان. فخبرنا عما نسمع. يعني أنا أيضا لم أصادق أو أعرف كثيرين يعني عن قرب من السودان، لكن لي خلفية كبيرة جدا عنهم. فكلمنا عنهم شوية. وإيش هل في تشابه بين أهل تجراي وأهل السودان؟ معنا مصطفى؟ التقنيات شكلها ما شغالة أو أيوة. نعم. كده واضح أستاذة، موجود معك. الآن أيوة، الآن سامعك. كنت شوية غايب بس الآن رجع. كأنه ألو. رجع. نعم نعم، مرحبا، أسمع. كده الصوت واضح. نعم الصوت واضح بس الصورة مش واضحة بس. أيوة الآن رجعت تمام. واضح كده الصوت مع. أيوة واضح واضح، أيوة. تفضل كمل. بس بعتذر الشبكة ضعيفة قليلا. أيوة نعم نعم. نعم. أيوة، سوء في الشبكة ما مشكلة طالما الصوت واضح هتكلم. طبعا أنا شخصيا يعني بعتبر إنه السودان يعني يعني جزء لا يتجزأ مني. آه، لأن هي البلد اللي اتولدت ونشأت وترعرعت واتعلمت وعملت فيها يعني. رغم إنه في الأصل أثيوبي، لكن أهو مشيئة الأقدار إنه نكون في السودان يعني، والسودان يكون جزء لا يتجزأ مننا. والشبكة شبكة فيها مشكلة، إن شاء الله يرجع. إن شاء الله ترجع لنا، إن شاء الله يرجع الشبكة تكون أحسن. طيب. الشبكة عند مصطفى تعيسة، أيوة صحيح. مشكلة عنده نعم. بارك الله فيكم. الشبكة ضعيفة عند مصطفى، نعم صحيح. الله المستعان، بلكن يرجع. آه، على أي حال ممكن أكمل لغاية ما يرجع. إن شاء الله ترجع لنا مصطفى مرة ثانية. آه، الإنسان يتأثر بالبيئة اللي يعيش فيها طبعا.
البيئة اللي يتولد فيها. وخاصة يعني أنا أحب أنوه إنه البيئة الإنسان اللي يجد فيها الحب والاحترام والاعتناء بالشعب، في الشعب، يعني في المنطقة فيها. إن شاء الله يرجع مرة ثانية. الآن خرج هو كليا، أحاول أبعث له مرة ثانية. إن شاء الله بعثت لك الآن، إن شاء الله تدخل مرة ثانية. أيوة نعم بعثت لك، بس حاول تدخل. الشبكة سيئة بس يعني نحاول ما في مشكلة. أنا أرسلت لك الدعوة وحاول تدخل مرة ثانية، ما في مشكلة. جود بالموجود. الإنسان ابن بيئته، صحيح. وطبعا حتى يكون ابن بيئته، يعني نجد في بعض البيئات عندها مشكلة أن تتقبل الآخرين، ومنذ الصغر ومنذ الطفولة ممكن أن تتعامل معهم بالعنصرية الشديدة. ولذلك نحن كما تعلمون يعني الإسلام والبيئة تولد الخطاب والسلوك، صحيح. الإسلام يعني اعتنى بهذا الأمر يعني كثيرا من البداية، يعني من أول. الصوت ما واضح؟ الصوت ما واضح عندكم لأنه خرج مصطفى، وطبعا الصوت بيأثر عليه. الله المستعان. ما سامعيني الآن؟ الصوت مش مسموع الآن؟ الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. سوء الشبكة، معلش بنعتذر يعني لكل المتابعين أستاذة. ما في مشكلة، الشبكة ما في سيئة مشكلة. جدا أحيانا. طيب خلينا نسألهم الآن إذا الصوت، الكلام يعني كان جميل جدا ودخلنا في موضوع شيق. كان إخواننا يقولوا هنا البيئة تولد الخطاب والسلوك، صحيح. طيب شوفوا لنا الآن الصوت إذا واضح. الصوت رجع، هو الصوت واضح الآن؟ طيب ممكن تقولوا لنا واحد واحد، أعطونا واحد واحد. ما في صوت. المشكلة لما نكون نحن مشتركين. الصوت واضح الآن، تمام، أوكي تمام. نكمل. يعني أنا كنت بتكلم يا مصطفى عن إنه في العالم كله، يعني في كل بيئة الإنسان لما يولد في بيئة معينة وتتعامل معه المجتمع اللي تولد فيها. أنت كنت من إثيوبيا ومن تجراي وتولدت في السودان، لكن أنا دائما كما أسمعك دائما تتكلم في نشاطك إنه دائما تذكر السودان وأهل السودان بالخير، لأنه أنت تكن لهم بالمحبة والاحترام، لأنه أنت وجدت نفسك في مجتمع احتواك. وأنا قاعدة أقول إنه الإسلام منذ البداية، وبعدين السودان معروف عنهم لا يفرقون بين الدين، يعني سواء كان مسلم أو غير المسلم يحتضنوا المجتمع كله. وهذا المجتمع السوداني يخليه يكون مختلف عن مجتمعات كثيرة من سواء كانت في أفريقيا أو من البلاد العربية، لأن السودان هي دولة عربية، دولة أفريقية، دولة إسلامية، فيها كل المقاييس اللي ممكن يتكلم عنها في الإنسانية. فبالتالي أنا دائما يذكرني يعني إنه الإسلام ما جاء إلا الإنسان ليحترم، لأنه الله سبحانه وتعالى لما قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي سامعني معايا أنت؟ سامعني مصطفى موجود؟ الله المستعان. سامعني؟ أيوة نعم معك أستاذة. معايا أوكي. فأنا حبيت يعني نتكلم في هذا الأمر. أنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ إيش رأيك يعني في المجتمعات اللي يكون فيها تفرقة بين الناس أيوة وتتعامل سامعك بالعنصرية؟ أستاذة. أيوة.
وتتعامل بعنصرية، وكيف أنت تشرح هذا الموضوع بما أنه أنت أسمعك جزء أسمعك من هذا أستاذة. الموضوع؟ فكيف إيش رأيك فيه؟ حابة تكلمني عن هذا الموضوع. مصطفى الكلام لك أنت. أيوة آه الشبكة كويسة. والله يا أستاذة، طبعا الدين هو علاقة يعني بين الشخص وربه، يعني سواء كان مسيحي أو كان مسلم، هذا شيء يخصه ويخص رب العالمين. أيوة معك. آه الشيء الثاني، في السودان هنا ما في تفرقة، يعني الناس كلها يعني بتعيش كأنها أسرة واحدة. يعني هسه أنا زي ما قلت لك، اتولدت ونشأت وترعرعت هنا، ما بعتبر نفسي يعني من دولة تانية، يعني بيعتبر إنه السودان بلدي. وخلافي أنا يعني في كثير من أخواننا اللي اتولدوا ونشأوا ترعرعوا وبيدرسوا في السودان هنا، يعني معتبرين الحالة وحدي، والشعب السوداني بطيبته وكرمه وحفاوته وشهامته وتعامله مع الآخرين، يعني ما بيحسسك بإنك أنت غريب أو في بلد تانية، بل بالعكس بتحس بانك انت قاعد وسط بلدك. يعني انا لما مشيت اثيوبيا في 2016 قررت استغير هناك، ما قدرت لاني طبعت واتشبعت على طبع السودانيين وقيم السودانيين واخلاق السودانيين وتعامل السودانيين، فما قدرت اتاقلم على الاجواء بتاعتنا، بتاعت البلد في اثيوبيا هناك. و... وزي ما بقول يعني اخذنا الحاجات السمحه من اخواننا واهلنا السودانيين. وكذلك زي ما قلت لك في رمضان طبعا بتكون عندهم موائد بتاعة رمضان، بتاعة إفطار، يعني بتكون في الشوارع مفترشين السباتات والبروش، وأي واحد بيطلع بصينيته بيتلموا سوا بياكلوا سوا. كذلك برضو بتجدين في الطرقات العامة في الشوارع بتاعة العربات بيقفلوا الشوارع، بيقيفوا بيترصوا في الشارع بتاع الزلط كده، على أساس إنه أي مرة وأي عربية إذا كان زمن الإفطار تنزل تفطر. وحقيقة السودان يعني الشعب يعني مهما وصفناه ما هنقدر نوفيه حقه، ما هنقدر. صحيح صحيح صحيح. يعني لأنه الطباع الكرم هذا الموجود في السودان، يعني موجود في كثير من الشعوب أيضا، لكن أنا دائما أشعر أنهم مختلفين تماما، يعني في تعاملهم مع الناس. وأنا ذكرت المرة الماضية أيضا أنه لما سافرت على السودان كانت فترة قصيرة جدا، وتعرفت فيها على الحي اللي كانوا فيها بيت خالي قاعدين في فترة قصيرة يعني، وتوأمنا معاهم. وما أنسى يعني في هذه التجربة الجميلة جدا. أنا من ناحيتي لأنه كنت صغيرة ساعتها، وسافرنا لغرض عائلي مع أمي وأهلي. فلها ذكريات جميلة صراحة. ولكن حتى لما أسمع الناس الذين مروا من السودان، كثير من الأحيان الناس تذكرهم دائما بالخير، وهذا طبعا ما يوجد في كل مكان صراحة. يعني أنا مش معناته إنه ما في عنصرية وما في تفرقة في أي بلد، موجود. لكن دائما لما نتكلم عن العام، عن الشعب اللي يقال فيه بالعموم. والآن كمان شعب السودان بالنسبة لنا كأهل تجراي أو أهل إثيوبيا دائما معنا في المواقف الصعبة التي مرينا عليها. خرج مصطفى. سوف نرجعك مرة أخرى، نحاول نرجعك ثاني. إن شاء الله تكونوا صبورين معنا. أوكي. فوقفوا معنا في هذا المحنة الآن أيضا. لما تخلى عننا كل الناس وقفوا معنا الآن، استقبلوا أهلنا، استقبلوا تقريبا 70,000، إذا كان ممكن أكثر كمان الآن، ممكن يكون قريب وصل على 100,000، الله أعلم. لكن آخر مرة كان على أساس أنه سمعت 70,000 يعني. الصوت خلونا ندخل مصطفى عشان يرجع الصوت كما كان.
أرسل لك مصطفى إذا تقدر تدخل. ممكن يدخل الآن. حاول تدخل. على كل حال حتكون هذه اليوم برنامج العربي هذا بداية، لكن حنكثف بإذن الله تعالى، حنطرح مواضيع كثيرة، وربما أيضا نستضيف إخوة وأخوات من السودان أو من البلاد الأخرى. نعم، بيكتب محمد سافي إن السودانيين معروفين بالطيبة والأخلاق الكريمة. طبعا وفي كثير من الناس بيفتكر إنه الطيبة هذه الطيبة في زمننا هذا أصبحت يعني على كثير من الناس ممكن يعتبروها سذاجة أو كذا، لكن هي الطيبة والكرم هذه فطرة الله سبحانه وتعالى يحبها. يعني كل الناس لما الإنسان لما يذكر بالخير يعني هذا من أفضل الصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني محاسنكم أخلاقا أقرب مني يوم القيامة محاسنكم أخلاقا. اللي يكونوا قريبين على الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس قال اللي يكونوا ناس يعني أخلاقهم طيبة، أخلاقهم كويسة في مجتمعهم، ما تكون في هناك يعني اضطهاد للناس أو معاملة عنصرية. وأنا طبعا كما تعلمون كلنا يعني ما في أحد مسلم ما يعرف بلال بن رباح رضي الله عنه، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال الحبشي، اللي كان في مكة من العبيد، كان من العبيد. وكثير من البلاد الإسلامية الآن ما زالت حتى الآن رغم أنه الإسلام حرم هذا الشيء. كنت أسمع حتى أحد الناشطين من السودان، شاب صغير يتكلم عن هذا الموضوع، أنه في ما زال يعني في البلاد الإسلامية ما زالت الآن للأفارقة أو للبني آدمين السمر أو السود تدعوهم بالعبد. يعني وهذا مع الأسف يعني لا أعلم أنه كيف الإنسان يكون مسلم ومؤمن ينادي لأخيه الإنسان عبد، يعني فقط لأنه لونه أسود أو لونه أسمر أو كذا. والإسلام منع عن هذا الشيء. ربما لازم أخرج مرة أخرى عشان يدخل مصطفى، لأنه توقف الإرسال شكله. ما في صوت. طيب أوكي ما في صوت، معناته راح أطلع مرة أخرى، لأنه عشان دائما لما يكون في هذا